ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ واهلا بيكم مرة تانية في فيديو جديد وشرح جديد على قناتكم فكر تكنولوجي. النهاردة هنشرح حاجة مهمة جدا 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 وبتقابل كتير من الناس. تيجي تحذف ملف مثلا زي دوت، تعمل شيفت ديليت، دوس يس، ما تلاقيش الملف اتحذف. او حتى انك تحاول تعمله رينيم وتحاول تغير في اسمه وتحفظ، تلاقي ظهر لك القايمة ديت ان هو اصلا مش لاقي الملف مش مقري على الجهاز ان انت تغير اسمه. حتى تعمل تراي اجين برضو مفيش فايدة، تظهر لك نفس القائمة مرة تانية. طيب احنا عايزين نحل المشكلة دي ونحذف الملف بشكل نهائي من الجهاز وما يبقاش موجود كده وعامل لك قلق وعامل لك مشكلة على الجهاز. طيب ده هنشيله ازاي؟ اول حاجة هنفتح CMD، وده عن طريق الضغط على زرار علامة الويندو في الكيبورد مع حرف الار. هيظهر لنا قائمة الرن، هنكتب فيها CMD وهنضغط على اوكي. هيظهر لنا القائمة السوداء بالشكل ده. كل اللي عليك هتكتب زي ما هتشوفه دلوقتي، هتكتب CD/D وبعد كده هتعمل مسافة. والخطوة دي احنا بنعملها علشان خاطر نرجع لمكان وجود الملف. هنروح للملف اللي احنا عايزين نحذفه مرة تانية وهنضغط عليه كليك يمين ونختار Properties او خصائص علشان خاطر نعرف المسار بتاعه. زي ما احنا شايفين المسار موجود هنا اللي هو اليوزرز سينكرز وديسكتوب. كل اللي عليك هتحدد المسار بالشكل ده، تضغط كليك يمين وتاخده كوبي. بعد كده هنروح للCMD وتضغط من لوحة المفاتيح على كنترول في. زي ما احنا شايفين عمل لاست للمسار اللي احنا اخدناه كوبي، وهتضغط انتر. بمجرد ما هتضغط انتر هتلاقي ان هو عمل لك مؤشر البحث على المسار اللي انت وجهته ليه. زي ما احنا شايفين يوزرز سينكر ديسكتوب. بعد كده هنطلب منه ان هو يعمل سيرش على كل الملفات اللي موجودة في المسار دوت، وده عن طريق الامر اللي هنكتبه دلوقتي اللي هو dir/مسافة x، وهتضغط على انتر. زي ما احنا شايفين ظهر لنا كل اسامي الملفات اللي موجودة عندنا على سطح المكتب بما فيهم الملف اللي مش عايز يتمسح. كل اللي علينا هنشوف اسم الملف ده ايه. الملف اللي مش عايز يتمسح اللي هو الملف ده. طبعا كل علامات الاستفهام اللي موجودة جنب الاسم دي عشان هو مش معرف اللغة العربية، او CMD ما بيبقاش معرف اللغة العربية في البيانات بتاعته. ده بيكون اسم الملف اللي هنقدر ناخده بيه علشان خاطر يتمسح، وهنشوف دلوقتي ازاي. كل اللي عليك هتكتب الامر اللي جاي دوت علشان خاطر تقدر تمسح الملف بكل سهولة. هتكتب RMDIR، بعد كده هتضغط على مسافة وناخد بالنا من المسافات، وهنعمل سلاش من لوحة المفاتيح و Q، بعد كده مسافة وسلاش S، وبعد كده هنعمل مسافة. كل اللي عليك هتاخد اسم الملف اللي انت عاوز تمسحه بالشكل ده. ده هيكون الاسم اللي موجود عندنا. هناخد الاسم ده كوبي، وده يبقى عن طريق الكيبورد. هتضغط من الكيبورد كاترل او كنترول سي، وبكده يكون اتاخد الاسم كوبي. بعد كده هنضغط على كاترل في. هنلاحظ ان الاسم نزل جنب الامر اللي احنا كتبناه. هنضغط انتر علشان نشوف الملف هيتمسح ولا لا. زي ما احنا شايفين الملف اختفى بالشكل دوت بدون اي مشاكل. هسيب لكم الكلمات دي كلها او الاوامر اللي احنا كتبناها في رابط الموضوع
داخل المدونة بتاعة القناة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في سلام الله.